بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبصحة وبسعادة دايما. طبعا أنا بتأخر عليكم في الفيديوهات الأيام دي، انتوا عارفين طبعا. ال 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 يعني حتى لو انا هجيب اي حاجه، الحاجات دي كلها دلوقتي اي حاجه لو حتى لو حاجه بسيطه بتتكلف عليا كتير قوي قوي. فيعني ايه، بحاول كده واحده واحده ايه امشيكم معايا في اللي انا ايه بعمله. انا طبعا جبت شويه مشتريات صغيرين النهارده، بس يعني في حاجه، يعني في خامه حلوه قوي كده ايه هوريها لكم. يا ريت ايه، اول حاجه يا جماعه هبدا معاكم بالمصفى دي مصفى صغيره. انا كنت اشتريت واحده قبل كده، كان اليد بتاعتها حمراء بس كانت اكبر من دي شويه. كنت قلت لكم لو لقيت منه طقم انا هجيبه، بس للاسف ما لقيتش غير بالواحده، وفعلا لقيت بس بالواحده. دي صغيره، في واحده اكبر منها شويه خالص، ما فيش يعني وسط. فانا جبت دي، كانت دي يا جماعه انا كنت جايباها ب60 جنيه. دي جبتها ب60 جنيه. في منها الأكبر كانت ب80 جنيه، بس أنا يعني لو لقيتها ما زالت على سعرها يعني إن شاء الله هجيبها. بس ساعتها ساعة ما كنت بجيب فقلت خلاص أجيب دي الأول واحدة واحدة كل مرة. زي ما أنا بقول لكم كل مرة بجيب الحاجة، أنا بجيبها حاجة خامة نضيفة وقوية. بس بجيبها بالواحدة، يعني حاجة حاجة، يعني مش لازم أنا أضغط على نفسي جامد. برضو جبت اللي هي الإيه قطعة المخللات دي. كان في منها اللي هي العادية كده، بس أنا لقيت دي حلوة. بس وانا بعرضها لكم دلوقتي حسيت ان اليد معرفش، يعني مش حاسه هي ايه، قويه ايوه من عند اليد، بس مش عارفه حاسه فيها حاجه يعني. دي برضو اهي زي ما بوريكم كده اهي. دي يا جماعه انا كنت جايباها ب50 جنيه. دي بتاع المخللات، اليد بتاعتها خشب. لقيتها حلوه، بس معرفش هي جامده، بس حاسه ان هي الخشب بتاعها بيلق كده، مش عارفه. فمش عارفه هرجعها ولا اخليها. دي كانت ب50 جنيه زي ما انا ايه وريتكم. برضو جبت اللي هي دي ايه، الماركة دي يا جماعة اسمها ليس. في البلاستيكات بصراحة يعني الخامة بتاعتها والبلاستيك بتاعها قوي 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 يعني. يعني احسن كمان من ايكيا. دي مصفة الرز زي ما انا بوريها لكم كده. الماركة بتاعتها حلوة قوي قوي قوي. الخامة بتاعتها والبلاستيك بتاعها نضيف جدا 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 وقوي. يعني انا لما بشوف الحاجة وبتعجبني الخامة بتاعتها انا بقولك عليها. يعني زي ما انتوا شايفينها كده. هو في ناس بتقول بتاخد كوباية رز او كوبايتين، لا انا امبارح جربت حوالي يا جماعة اكتر من نص كيلو رز كده، حطيتها في العلبة اخدتها، وممكن تاخد كيلو الا ربع رز، او يعني كيلو، بس يعني ايه، كيلو يعني بالعافية. بس هي حلوة قوي واحسن كمان من اللي هي الكبيرة ومش بتاخد مكان. فانا عجبتني قوي وعجبني شكلها، وكمان محكمة جدا. انت بتصفي بقى الرز، دي كانت بتبقى دايما توقع منك الرز في الحوض، فدي حلوة. عجبني احكام يعني الاحكام بتاعها كده من فوق والغطا، وعجبني برضو التخريم بتاعها، وعجبتني الخامة بتاعتها بلاستيك قوي يا جماعة. زي ما بقول لكم الماركة دي حلوة قوي. هاتوا منها، يعني هاتوا منها كل حاجتكم. لو طلع منها حاجات بلاستيك كتير او اي حاجه هاتوا منها، لان الخامه بتاعتها قويه قوي. زي ما انا بوريكم كده الاسم اهو، الاسم ليس. ويعني صراحه يعني لا يعلى على الخامه بتاعتها. انا طبعا جبت ايه برضو كمان اللي هي ايه، اللي هي المطبقيه او الصفايه الاطباق والمعالق والحاجات دي. دي ايه اسمها ايه، ريكي بالقعدة، يعني هي اسمها مطبقية ريكي بالقعدة. برضو نفس ال الاسم ونفس الشركة او نفس يعني المصنع اللي هو ليس. والله انتوا انا هوريكم دلوقتي وهوريكم كمان شكلها. انا بوريكم كده برضو ايه اللي هي الاسم اهي. طب مطبقية ركب القعدة. عن تجربة والله يا جماعة، أنا شفت الخامة بتاعتها عجبتني جدا جدا. البلاستيك بتاعها قوي 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 يعني حقيقة، يعني قوي جدا. وزي ما انتوا شايفينها كده، هي ليها القعدة وليها كمان يا جماعة الحتة دي عشان تنزل ايه، زي انا بوريكم كده. تنزل المية. يعني حطيتي اي حاجة فيه، يعني المطبقيات القديمة دايما انت بتبقى حطاها كده فما بيبقاش ليها قاعدة وما بيبقاش ليها رجلين، فبتبقى المية ايه متخزنة دايما في القاعدة اللي تحت. لكن دي حلاوتها ان هي ليها مكان يتنزل منه المية. حلوة قوي والله يا جماعة. الخامة بتاعتها جميلة جدا جدا جدا، وانا عجبتني. وكمان انا جبت اللون الابيض. انا كنت رايحة اشتريها يا جماعة من حوالي 4 شهور. كانت دايما بتنزل فرانين عرض ب200 جنيه. وكان في حد برضو عندنا في عامل عليها في محل، كان عامل عليها عرض ب180 جنيه.
ساعتها كنت هشتريها بس للاسف ما لقيتش اللون الابيض، كان اللون الاسود والمنت منها، هما 3 الوان، المنت والاسود والابيض. انا كان عاجبني اللون الابيض قوي، فانا رحت اجيبها ما لقيتهاش، فسكت ما جبتهاش. والله يا جماعه انا جبتها ب 300 جنيه، يعني انا جبتها ب 300 جنيه. وسالت عليها في البنت اللي انا محل، هي مش كمان اونلاين، ده محل بس برضو بتعرض حاجتها اونلاين. سالت عليها اللي انا جبت من عندها العياشه الخشب، قالت لي 350 جنيه، فسعرها عدى قوي قوي. فانا لما لقيتها ب 300 جنيه قلت خلاص اجيبها. لان انا كنت لو كنت جبتها الاول كنت هجيبها ب 160 جنيه او ب 180 جنيه. بس للاسف ساعتها ما لقيتش اللون الابيض عندها. بس هي حلوه قوي قوي، خامتها حلوه جدا، البلاستيك بتاعها قوي قوي. يعني الماركه دي لو لقيتوا منها اي بلاستيكات او لقيتوا منها اي منتجات هاتوا منها، لان انا شايفه وماسكه الحاجه بايدي يعني. دي يا جماعة كانت شوية مشتريات النهاردة، يا رب تعجبكم، وما تنسونوش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. ومع ألف سلامة، وأنا بقول لكم على الحاجة المفيدة دايما. مع ألف ألف سلامة، وأشوفكم على خير الفيديو الجاي إن شاء الله. مع السلامة.